الفترة طلع مصطلح العيش او ان احنا نعيش ببطء. طب ده يعني ايه؟ يعني ان انا ابقى قاعدة كسولة ما بعملش حاجة؟ لا، هو مش معناه كده. هو معناه ان انتي تبطئي من وتيرة حياتك، تستمتعي بكل حاجة بتعمليها وتعيشي اللحظة، وده مع الوقت هيدي انتاجية اكتر. يعني بعكس ما انتي متخيلة. طبعا الكلام مش للناس اللي هي قاعدة طول الوقت بتعمل كده وما بتعملش حاجة ونايمة في السرير. انتوا الفيديو مش ليكوا، لا انتوا شوفوا الفيديوهات التانية اللي تخليكوا تقوموا تنجزوا وتتنحرروا وتتحركوا شوية. طب ليه اصلا المفروض نطبق ده؟ او ان هو ليه مثلا نجرب ان احنا نطبق ده؟ هو مفيش حاجة مفروضة، انت اعملي اللي انت عايزاه. عشان الناس اللي حياتها طول الوقت كده بتجري بسرعة، مش عارفة، مش ملاحقة، ده بيخليها طول الوقت حاسة بتوتر بضغط. فبالتالي احنا محتاجين ندي لنفسنا هدنة، خصوصا احنا كأمهات. اول حاجة، وانا عارفة ان هي كليشيه قوي، بس اتنفسي. احنا مش بنتنفس صح يا جماعة، اتنفسي وركزي في التنفس. انا عارفة ان في ناس ما عندهاش وقت تعمل ده، اعمليه حتى وانتي بتغسلي المواعين، اعمليه وانتي بتعملي اي حاجة. اتنفسي، شوفي فيديوهات بتتكلم عن التنفس وحاولي ان انتي تطبقيه صح. حاولي تبدأي يومك ببطء. انا عارفة ان خصوصا الامهات او اللي بيشتغلوا دي حاجة صعبة، بس ممكن ندي لبعض افكار. يعني اللي هو نصحى مثلا قبل البيبي بشوية، او ان مثلا انا عن نفسي بكون على قد ما اقدر مجهزه مثلا حاجات من بالليل، او ببقى عارفه انا الصبح هقوم هعمل ايه او الفطار ايه. او ان انا مثلا بالليل قبل مثلا روتين النوم بحاول ان انا اخلص البيت، اخلص الحاجات اللي حواليا، فبالدنيا ان انا اصحى الصبح يبقى الدنيا هاديه، ما بقاش صاحيه مضغوطه وببص للمنظر، المطبخ مقلوب والبيت مش عارفه ايه وعايزه اقوم اجري ومش عارفه ايه. لا، انا منظمه كل حاجه من بالليل. انا عارفه ان مش كل الناس عندها الرفاهيه والامكانيات دي، بس حاولي. يعني لو عندك افكار تانية ضيفها لي في الكومنتس عشان اشوفها. ركزي في حاجه واحده اللي انتي بتعمليها. يعني لو بتذاكري حاجه معينه ركزي فيها، بتقري حاجه معينه ركزي فيها، بتاكلي استمتعي بطعم الاكل بس، استمتعي بالاكل بس. انا عارفه برضو ان دي مش رفاهيه عند كل الناس، بس حاولي ان انتي تعملي ده، خصوصا عند الامهات الامهات. حاولي ان انتي تسيبي الموبايل شوية من ايدك. حاولي ان انتي تفصلي شوية عن، لان ده اصلا انا مش عارفه اقولك هو تأثيره على المخ ان هو بيعمل ايه. حاولي تاخدي حتى لو انتي ماما او انتي عندك وقت، او انتي مش ماما، خدي مثلا صاحبتك وروحوا اعملوا نزهة، اقعدوا في مكان مفتوح، اقعدوا على البحر، اقعدوا خدوا حتى اكلكم من البيت وروحوا اقعدوا، فاهم، قربوا شوية من الجناين الطبيعة. متبقاش كل الخروجات اللي هي كفاية. انا حاسة انا تفرقت الموضوع تاني وفضفضت زيادة عن اللزوم. لو انتي ماما وعندك بيبي صغير، خديه وارميه في الجنينة، هينبسط قوي بالعشب والنجيلة، ولما يروح يبقى يستحمى، مش مشكلة. لو عندك اكتر من مشوار او مهمة تنجزيها في يوم واحد، حاولي ان انتي تسيبي من بين كل مهمة والتانية وقت تفصلي فيه، او قد ما تقدري لو عرفت ان انتي توكلي المهمات دي لحد تاني ان هو يعملها، المشاوير دي لحد تاني ان هو يعملها، اعملي كده. او قسميها على اكتر من يوم، او ادي لكل مهمة او مشوار والتاني وقت ما بينه، حتى لو ربع ساعة او نص ساعة ان انت تفصلي فيها دماغك وان انت تريحي وتقعدي بس مع نفسك ما بتعمليش اي حاجة. انا عارفة برضو ان دي حاجة كليشيه قوي، بس حاولي ان انت تقعدي مع اهلك، مع اصحابك، مع الناس المقربة ليكي، ان انت تقضي وقت مع بعض. انا عارفة ان احنا دلوقتي بقينا بنستسهل وان احنا نتكلم اللي هو فيديو كول وشايفين ان ده تمام، لكن لا، احنا لما بنقعد مع بعض ونتقابل مع بعض على الحقيقة ده بيفرق معانا كتير. القعدة يعني مش قصدي القعدة الطويلة قوي لدرجة ان هي تعمل مشاكل ونبتدي بقى نجيب في سيرة الناس، لا، القعدة ان احنا نقعد نلعب من غير ما نتكلم في مشاكل، من غير ما نعمل اي حاجة. انا من امتع الخروجات اللي خرجتها في حياتي لما كنت بخرج مع ناس انا بحبهم قوي، ونقعد نلعب اون ونلعب اي لعبة من غير ما نتكلم في حاجة، من غير ما نناقش مشكلة، من غير ما نتكلم على حد. حاولي انتي تمارسي هواية انتي بتحبيها ويكون فيها نوع من الاسترخاء. انا عارفة برضو ان دي مش رفاهية ومش كل الناس عندها وقت، بس ارسمي، ازرعي، هاتي شالية نعناع كده ولا ريحان في البلكونة واسقيها.
انا مش هنسى نظرة جوزي وانا شايفني من اسبوع، كنت قاعدة بقى فبكلم الشجرة وبحضنها. انا عارفة ان ده ان عقلي خف، بس اللي هو استمتعي كده، اللي هو اعملي حاجة تبقى تخليكي ده زي ايه، الوش ده يقفل وانتي قاعدة مركزة، او تطبخي طبخة جديدة، شوفي كتاب طبخ، اتعلمي حاجة جديدة، اعملي حاجة جديدة، آم، احفظي قرآن، اسمعي مش عارفة اقولك ايه، بس حاولي انت تعملي حاجة تبقي انتي مركزة فيها، بس حاجة بتفصل. كان في اللي هي حاجة اسمها المانديلا تقريبا او كده، اللي هو بتلوني، آه، مش عارفة اقعدي مع طفل صغير. انا عارفة ان دي حاجة الامهات عندها اوفر دوز منها، بس يعني ايه، بتكلم مع الناس التانية، يعني اللي هو لعبي، اللي هو اقعدي اعملي حاجة تخليكي دلوقتي انا ما بفكرش، أنا دلوقتي بس هفصل. برضه انا عارفة ان دي حاجة مش سهلة على كل الناس، بس حاولي ان انتي قبل ما تنامي ان انتي تكتبي، حتى لو على الموبايل، او تكتبي ان انتي تسجلي افكارك، سجلي الحاجات اللي عليك. الكتابة بتخليكي تشوفي الحاجات بشكل اوضح. انا كنت لما حد بيشوفني بكتب كان بيقعدوا يسفوا عليا ويتريقوا عليا، لو انت بتكتبي ايه، هو انت لسه بتذاكري، هو مش عارفه ايه. بس لا، فعلا يا جماعه الكتابه بتفرق، والاجندات بتفرق، ان انت بتخليكي شايفه الموضوع ابسط، او انت اكنك مثلا بتتفرجي على الموضوع من بره، اكنك شايفه الكواليس من بره، بترتبي الامور، فبتكتشفي لما بتكتبيها ان انت عارفه ان انت يا اما هتحلي، يا اما انت هتعرفي تفنطي الحاجه اللي هو ده انا ماليش سيطره عليه، او انا مش هعرف اتصرف فيه، فبالتالي هو ما يشغلش تفكيري دلوقتي، او اللي هو هعمل ايه. أم، والحاجات اللي انت تقدري تتصرفي فيها بتقولي اه، فبتبتدي تشوفيها ان انا هاخد خطوه تجاه ده بتحددي. او ان الموضوع مش كبير زي ما انت متخيله، انت بتشوفيه اكنك انت حد من بره الزاويه او من بره الموضوع. في الاخر انت لما تقعدي فترة بتعملي الحاجات دي، هتحسي ان انت ابتديتي تستمتعي بالحاجات البسيطة، ابتدى يكون عندك امتنان. يعني ايه؟ يعني هتبقي ممتنة جدا ان انت عندك وقت، او ان انت تقدري تشربي مثلا كوباية قهوة وانت قاعدة في روقان، او هتبقي مركزة قوي مع الهوا الحلو اللي انت شماه، او مع حياتك، مع صحتك. هتبقي شايفة كل حاجة، اللي هو قادرة ان انت تشوفي ابسط الامور وتبقي ممتنة ليها ومبسوطة بيها ومستمتعة بأبسط التفاصيل، بشكل الطماطماية، بشكل التفاحية. انا عارفة ان الحاجة اللي انا بقوله ده تحس ان هو خيال علمي، بس اللي هو جربي ان انت تعيشي كده اسبوع، تركزي في كل تفاصيل كل حاجة وتعيشي كل حاجة بتفصيلها قوي، يعني عايشة. اتفرجي على على الفيلم انت عايشة اللحظة دلوقتي، مش قاعدة بتفكري فاهمة انا هعمل ايه بكرة، مش عارفة فاهم ايه بتاع، قاعدة واقفة بتطبخي طبخة بتطبخيها بكل حب. خرجتي في مكان مفتوح، قاعدة انا بحب قوي ان انا اقلع الجزمة وامشي على النجيلة، او امشي على الرملة واقعد احفر، بيبقى شكلي يبان ان هو كوميدي قوي، بس انا بستمتع بالحاجات دي قوي. اقعد اتفرج على الوردة كده، الله جميلة، اقعد اللي هو ادي لكل حاجة وقتها. بس وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى ان الفيديو يكون فعلا فادك ووصلتك الفكرة. لو عندك اي افكار تانية ضيفيها في الكومنتس، لو انتي حاسة ان الفيديو فعلا ادالك اي فايدة ابعتيه لكل الناس اللي عندك. ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب.